السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد. النهارده معانا معشوقة الجماهير في رمضان وهي الكنافة بالمانجا. فعلا هي وصفة اكتر من رائعة، بس لو اتبعنا كل تفاصيلها اللي بيفرق الوصفة الناجحة يا جماعة من الوصفة، مش عايزة اقول اللي مش ناجحة، اللي فيها مشاكل، هي التفاصيل والتركات. فعشان كده عايزاكم تتابعوا الفيديو ده كويس وتعرفوا كل التفاصيل وتنفذوها عشان تطلع معاكم بجد وصفة من اجمل الوصفات اللي ممكن تكونوا جربتوها. بجد نفسي اشوف تطبيقاتكم عليها. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا. ويلا نشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. اول حاجه هنا معايا نص كيلو من الكنافه المتفرزنه، ويفضل ان تكون الخيوط بتاعتها سميكه شويه، ما تكونش رفيعه قوي عشان تتحمل معايا حشوه الكريمه وتفضل محتفظه بقوامها وقرمشتها. باخدها افركها بالشكل ده كده، واوريدي انا شغاله في الصاج اللي هدخلها فيه في الفرن. هضيف عليها بقى السمنه، كوباية الا ربع من السمنة السايحة، وهقلبها معاها كويس جدا لحد ما السمنة تندمج مع الكنافة كويس جدا. وكل ما كان نوع السمنة كويس كل ما كان طعم الكنافة بتاعتي حلو. طبعا يفضل ان احنا نستخدم السمنة البلدي. وبعد كده بقى بدخلها الفرن في رف وسط على درجة حرارة متوسطة، وافضل كل شوية اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. انا عايزاها توصل كده لون اشقر قوي. هفضل كل شوية اقلبها لحد ما توصل اللون ده، وكل ما اتحمصت معايا كويس كل ما فضلت مقرمشة وطعمها يبقى احلى. هنا بقى وهي سخنة هنزل عليها بالشربات التقيل، كوباية ونص سكر لكوباية مية، وبتاخد حوالي نص كوباية لكوباية الا ربع من الشربات. وزي ما قلت لكم هي سخنة والشربات بارد، انا عايزاها تفضل مفرولة كده ما تبقاش طرية معايا قوي. هبدأ احضر بقى حشوة الكريمة او طبقة الكريمة. هحط كوباية من اللبن المثلج مع معلقة واحدة بس كبيرة من السكر وكوباية من الباودر، عبارة عن نص كوباية من الكريم شانتيه وربع كوباية من بودرة الكريمة اللباني وربع كوباية من موس الفانيليا. ممكن تحطوا الكوباية كلها كريم شانتيه او ان انتوا تحطوا كريمة لباني فريش زي ما تفضلوا. بخفقهم لمدة 5 دقايق تقريبا، وده بيبقى قوام الكريمة بتاعتي. عايزاه قوام تقيل متماسك زي ما انتوا شايفين كده. هقسم بقى الكنافة بتاعتي نصين، وهبدأ افردها كده اول جزء منها في البايركس بالشكل ده كده، وبضغطها بالمعلقة. وبعدين هحط طبقة من الكريمة وهفردها كويس جدا. كل ما كانت الكريمة متماسكة مش هتخلي الكنافة بتاعتي تاخد رطوبة بسرعة، وهتبقى الكنافة محتفظة بالقوام بتاعها. خليكوا بس اخدين بالكم من التركات اللي احنا بنقولها عشان الكنافة بتاعتنا تفضل محتفظة بقوامها لأطول وقت ممكن. هنا بقى حطيت كده قطع من المانجا. القطع اللي بتبقى باقية منك بقى في التقطيع اللي هي شكلها مش منتظم قوي حطيها كده في النص زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هحط عليها طبقة خفيفة خالص من الكريمة عشان لما اجي اضيف الكنافة الطبقة التانية من الكنافة تمسك فيها. يا دوبك كده طبقة رفيعة خالص. هضيف بقى الجزء التاني من الكنافة، هوزعها بالشكل ده كده. هبدأ بقى اضغطها واشوف لو في اي فراغات هكملها، وبضغطها بايدي كده ضغطة خفيفة. هبدأ احط طبقة تانية من الكريمة، مش عايزاها طبقة عالية قوي زي اللي حطيتها في النص، يا دوبك كده برضو عشان المانجا تمسك فيها. هحط كده بقى، انا كان عندي مانجا متفرزنة قطعتها شرايح بالشكل ده كده، تقدروا تحطوها شرايح مكعبات زي ما تفضلوا. هبدأ كده افردها بالشكل ده. طبعا التزيين ده بتاعكم. الكنافة لو هتخلوها لتاني يوم يا ريت تضيفوا المانجا عليها او طبقة المانجا دي قبل التقديم، لكن لو هتقدموها مثلا خلال ساعات يعني اشتغلوا فيها على طول. هنا بقى خلصت خلاص رص المانجا. هحط عليها كده معلقتين من الشربات التقيل اللي احنا استخدمناه للكنافة،
وممكن تحطوا عليها جيلي تلميع لو هتقعدوها وقت اطول، يا اما تحطوا عليها جيلي تلميع او ان انتوا تفردوها وقت التقديم. بدخلها بقى التلاجة لساعات، ممكن تستحمل معاكي ان هي تقعد لتاني يوم طالما اتبعتي الخطوات اللي قلنا عليها. انا عن نفسي قعدت كذا يوم وبصراحة كانت طعمها حلو جدا. لكن لو استخدمتي الكنافة الرفيعة هتبقى محتاجة ان انت تقعديها ساعات مش اكتر من كده، لان انا مجربة ده ومجربة ده، فنوع الكنافة بيفرق جدا ان انت ممكن تقعد معاكي فترة قد ايه. زي ما انتم شايفين شكلها من جوه، هنا كانت قعدت معايا حوالي ساعة او اقل في التلاجة. طبعا الكنافة مقرمشة والكريمة، وعلى حسب بقى ما انتي بتفضليها، لو حابة ان انتي تاكليها والكنافة مقرمشة هتقعديها بس ساعات، حباها تبقى طرية اكتر من كده ممكن تقعديها لتاني يوم. بس بصراحة وصفة حلوة جدا وطعمها حلو قوي، الكنافة مع الكريمة مع المانجا، ولو كل حاجة مظبوطة، سمنتك مظبوطة والكريمة طعمها حلو وكل المكونات اللي انتي مستخدماها كده طعمها حلو، بجد هتطلع وصفة رائعة. يا رب تعجبكم ويكون فيديو مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.